بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين إلى يوم الدين. النهاردة معانا عملة يا جماعة، إن شاء الله اللي هي 10 قروش اللي هي من النحاس. طبعا 10 قروش دي الصك بتاعها سنة 1413 هجري 1992 ميلادي. طبعا بالنسبة ل10 قروش دي اللي هي 10 قروش القلعة زي ما حضراتكم شايفين. طبعا هتشوفوا الفيديو للآخر وتعملوا لنا لايك وتعملوا لنا اشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس بالكل عشان يوصلكم كل جديد، وهتشوفوا حاجات في آخر الفيديو في أثناء الفيديو. طبعا كل حاجة هتعرفوها بالنسبة للعملة دي. والعملة دي اتصك منها عملة برضو 1991. 1991 دي يا جماعة ما يعني اتصك منها حوالي تقريبا مليون عملة فقط لا غير. وطبعا مش معانا طبعا العملة دي، والعملة دي كانت برضو يعني بيقال ان هي جايبة فلوس كويسة يعني، بس انا مش عارف جايبة كام يعني بصراحة، عشان برضو ما نخدعش الناس والناس تقول انا معايا واحدة زيها خد بيعها لي والكلام ده. بس 91 غير موجودة معايا، او انا مش عارف اتحصل عليها او كده يعني. طبعا احنا معانا برضو من العملة دي اللي هو الظهر بتاعها ظهر القلعة اللي هو مسجد صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة. طبعا اهو المسجد زي ما حضراتكم شايفين. طبعا والمسجد ده طبعا العملة دي من النحاس، وفيه طبعا عملة تانية نوريها لكم بس سنة 84. سنة 84 طبعا ميلادي و1404 هجري. طبعا مكتوب برمونة مصر العربية بالخط الكوفي زي ما حضراتكم شايفين. والعملة طبعا ما شاء الله شكلها جميل جدا، وطبعا معمولة من الفضة والنيكل كروم. وطبعا ظهر العملة برضو هنوريه لكم عشان برضو تعرفوا ان ده المسجد برضو هنا حضراتكم زي ما انتم شايفين. هي الطباعة او الصك بتاع العملة النحاسية اللي احنا وريناها لكم من شوية، برضو نحاول نجيب الكاميرا عليها اهي. بالنسبة للعملتين، بالنسبة للعملة دي والعملة دي زي ما حضراتكم شايفين المسجد واحد، بس دي من النحاس وديت من الفضة يعني زي ما بيقولوا. طبعا العملة دي الصك منها طبعا ريال 20 قرش، برضو هنوريها لكم برضو ان شاء الله في هذا الفيديو بإذن الله. طبعا الريال برضو زي ما حضراتكم شايفين اهوت برضو في نفس السنة 1404 و 1984 ميلادي. مكتوب برضو بالخط الكوفي، بس دي 20 قرش من الجنيه. يعني ال20 قرش دي من الجنيه، لأن الجنيه زمان كان بيجيب 100 قرش. الجنيه كان بيجيب 100 قرش و200 تعريفة و1000 مليم زي ما حضراتكم شايفين. اللي احنا بنتكلم عن الناس والشباب والجيل اللي طالع عشان يبقى عارف العملة بتاعتنا كانت ايه. واحنا حضرنا طبعا التعريفة والمليم في اول ما طلع يعني، وكنت بصور لكم طبعا مليم ونكلة والحاجات دي. النكلة تعتبر 2 مليم عشان برضو الناس اللي مش عارفة، اللي هو الجيل اللي طالع اللي هو عنده 30 سنة و25 و40 سنة لغاية 45 سنة ما حضرش التعريفة والساغ يعني، اهتيالي كده يعني. طبعا فضلا وليس أمرا تعملوا لنا لايك واشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس بالكل عشان يصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا على المتابعة.